السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة موروكو ستاديوم، القناة اللي كتقربكم من كواليس البنيات التحتية والملاعب في بلادنا. اليوم غادي نهضروا على آخر تطورات ورش ملعب طنجة الكبير اللي كيوصل لمراحل جد متقدمة، خصوصا على مستوى السقف. أول حاجة، كاين تقدم كبير في عملية رفع الهياكل الفولاذية الخاصة بالسقف، حيث حتى نهار اليوم تم تركيب 26 هيكل وباقي فقط 4 هياكل باش تكسل لهذه المرحلة. 3 من هاد الهياكل اللي باقين غادي يتركبوا في جهة خلف المرمر، وواحد في جهة المدرجات المقابلة. هاد الأرقام كتعطينا فكرة واضحة على السرعة والدقة اللي كتمشي بها الأشغال، وكيوضح أننا قربنا نكملوا مرحلة تركيب الهياكل الرئيسية. تاني حاجة مهمة، ماشي غير كيركبوا الهياكل، بل توازيا كاين خدامين على ربطها ببعضها البعض باش يتكون السقف كقطعة واحدة متماسكة وقوية. هاد العملية ديال الربط كتطلب دقة وتركيز عالي بزاف، لأنها أساسية في السلامة وجودة الهيكل العام للملعب. الخلاصة ديال اليوم، تركيب 26 هيكل وباقي فقط 4، والربط بين الهياكل كيتواصل بشكل دقيق ومهني. ومع اقتراب نهاية تركيب هذه الهياكل غادي تدخل الأشغال في مرحلة جديدة، بحال تمديد السقف لتوقية المدرجات الأرضية وأشغال أخرى هندسية وتقنية مهمة غادي تنطلق مباشرة من بعد. شنو رأيكم؟ واش كتشوفوا أن ملعب طنجة غادي يكون فعلا في المستوى المطلوب باش يحتضن مباريات كأس إفريقيا 2025؟ خليوا لنا آراءكم في التعاليق، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله على موروكو ستاديوم.